ولقيته طفى النور وقال لي: أنا هفرجك دلوقتي على فيلم يفكرك بأيام ما كنتي عروسة تاني، وأنا هدخل أخد لي دش وأجيلك. أنا واحدة عندي 42 سنة ومحدش لمسني من 5 سنين، من ساعة كده ما جوزي توفى لحد ما حصل اللي حصل. صاحبة القصة بتقول: أنا عندي 42 سنة وجوزي توفى من 5 سنين ومعايا منه بنت واحدة بس، هي مخطوبة حاليا وعلى وش جواز، وجوزي قبل ما يتوفى كان شاريلها الحاجات الأساسية في جهازها، وكان خلاص فاضلها شوية حاجات بسيطة، بس للأسف معاش جوزي مش مخليني قادرة أكمل باقي الجهاز بتاعها. قلتلها: بصي يا بنتي، مفيش حل علشان نقدر نكمل باقي الجهاز بتاعك غير إننا نشتغل، لازم احنا الاتنين ننزل نشتغل في أي حاجة. قالتلي: ماشي، أنا معاكي يا ماما في أي حاجة هتقوليلي عليها. قلتلها: خلاص، لما أنزل السوق النهاردة هدخل كذا محل من محلات بتوع الملابس وأسألهم لو محتاجين واحدة تشتغل معاهم. وفعلا نزلت السوق اليوم ده ولفيت كتير على محلات ملابس علشان أشوف كده أي محل ملابس يوافق على بنتي تشتغل هناك. وطبعا أنا اخترت محل ملابس عشان في نفس الوقت ما تعبهاش وتكون حاجة سهلة عليها. ونزلت بنتي اشتغلت وبقت ترجع البيت بالليل على الساعة 11، بس ببقى مطمنة عليها لأن أنا بكلمها على طول في التليفون. وبدأت أنا كمان أدور على شغل ليا، ولقيت في الآخر معرض موبيليا. المعرض ده مكون من 3 أدوار، وصاحبه حد كبير عنده حوالي 60 سنة، وابنه هو اللي كان ماسك المعرض ده وعنده حوالي 30 سنة. قعدت مع الراجل الكبير وابنه وفهموني إن شغلتي كلها إن أنا هاجي الصبح الساعة 11 الظهر كده، أفتح المعرض وألمع الموبيليا الموجودة في المعرض وأفضل قاعدة فيه، ولو في زباين جم أرن على ابن صاحب المعرض ينزلي من فوق، لأن المعرض عاملينه في العمارة بتاعتهم اللي هم ساكنين فيها، والعمارة مكونة من 5 أدوار وعاملين أول 3 أدوار للمعرض وهم ساكنين في الأدوار اللي فوق المعرض. قلتلهم تمام، وبدأت فعلا أشتغل أول أسبوع. كان ابن صاحب المعرض بيقف معايا على طول، وبما إننا قاعدين مع بعض بقينا نحكي ونتحاكى أنا وهو، وكان عارف كل ظروفي وحياتي كلها، وإن أنا حاليا أرملة ونزلت اشتغلت علشان أكمل جهاز بنتي. وهو قالي إن هو كان متجوز مرة قبل كده بس للأسف محصلوش نصيب وطلق مراته ومش بيفكر يتجوز تاني، وقال أنا كده عايش باشا ومش شاغل دماغي بأي حاجة. رديت عليه وقلتله: بكرة تيجي واحدة تعجبك وتتجوزها. قال: أنا مطلق من حوالي 4 سنين والموضوع ده أصلا مش في دماغي. وقلتله: على كده أنت عايش مع الحاج فوق؟ قال لي: لأ، أنا قاعد في شقتي اللي فوق المعرض على طول. قلت له: طب قاعد لوحدك ازاي؟ قال لي: عادي بقى، انا اتعودت على كده. قلت له: انا مستحيل اقدر استحمل ان انا اكون لوحدي ابدا، انا ممكن يجيلي اكتئاب بسبب حاجه زي كده. قال لي: ما انا معظم الوقت يا اما في المعرض يا اما في الشارع، ما بقعدش لوحدي كتير. ولقيته طلب لنا اكل انا وهو واحنا قاعدين، وبقى كل ما يجيب اكل لنفسه يجيب لي معاه، وعلاقتي بيه بقت كويسة جدا. قلت له: تعرف لو بنتي ما كانتش مخطوبة أنا كنت خطبتها لك. لقيته بيقول لي: طب وانتي مش بتفكري في الجواز؟ انتي برضو لسه صغيرة وجميلة. قلت له: لا، مين هيفكر يتجوز واحدة زي ده؟ أنا عندي 42 سنة. قال لي: بصي، أنا مش بعاكس، بس أنا هكلمك بعين الرجالة كأني واحد غريب. قلت له: ماشي. قال لي: أنا شايفك واحدة حلوة قوي ومهتمية بنفسها جدا في لبسك وشكلك الصغير، ده غير إن جسمك حلو قوي. قلت له: بس هي وصلت لكده؟ قال لي: أنا قلتلك إن أنا ببصلك كأني واحد غريب والرجالة ممكن يقولوا عليكي إيه. قلت له: بس الحقيقة أنا من بعد ما جوزي توفى وأنا مقررة إن أنا هعيش لبنتي وبس. قال لي: ما بكرة بنتك تتجوز وكده أنت هتبقي لوحدك، هتستحملي تقعدي لوحدك باقي حياتك؟ قلت له: بصراحة أنا مش هقدر. قال لي: يبقى لازم تشوفي لك عريس من دلوقتي بما إن بنتك خلاص قربت تتجوز. رديت عليه وقلت له: بس مين هيتجوز واحدة سنها كبير زي؟ قال لي: أولا أنا قلتلك إن أنت شكلك مش كبير خالص وإن شكلك أصغر من سنك بكتير، بالعكس أنت شكلك حلو جدا. وفضلنا أنا وهو كل يوم نتكلم مع بعض وبقينا أصحاب أنا وهو أوي، ولما بطلب منه أي حاجة ما بيتأخرش عني خالص. يعني لما أطلب منه مثلا إن أنا عايزة أروح ساعة بدري أو ساعتين ما بيقوليش أي حاجة،
ده غير كمان الأكل اللي هو بيجيبهولي كل يوم. بصراحة حبيت حنيته وطيبته قوي عليا لحد ما بدأ كلامنا أنا وهو ياخد شكل تاني خالص، وبدأ يقولي انتي مبسوطة كده وانتي مفيش حد في حياتك أو مفيش حب في حياتك؟ قلتله والله أنا كل اللي شاغل بالي دلوقتي هي بنتي وبس، وخلاص أهو فاضل على ميعاد فرحها 6 شهور، وفرحها قرب الميعاد يجي ولازم أجيب لها باقي الحاجات اللي هي ناقصاها، وبعد كده أبقى أروق لنفسي بقى، مش هيبقى ورايا حاجة تاني. قال لي هي فاضل لها قد ايه يعني فلوس وكده؟ قلت له فاضل لها حاجات حوالي كده ب40,000 جنيه، ونزلنا انا وهي نشتغل علشان نحاول نجمع المبلغ ده بأي طريقة قبل الفرح واجيب لها باقي احتياجاتها. قال لي طيب بصي هتفق معاكي اتفاق. قلت له ايه هو؟ قال لي انا هساعدك وفي نفس الوقت هيكون ده من مرتبك. قلت له بمعنى ايه؟ قال لي انا هتصرف لك في المبلغ كله، وكل شهر هديكي مرتب كامل، بدل ما تاخدي نص الراتب هزودهولك الضعفين. قلت له ده كتير والله، وليه انا تقل عليك كده؟ قال لي لا مش كتير ولا حاجة، المهم عندي ان ابويا ما يعرفش اي حاجة عن الموضوع ده. وقلت له حاضر، وما كنتش مصدقة ان حلمي هيتحقق وهكمل حاجة لبنتي. وفعلا بعدها باسبوع اداني المبلغ، واستغربت جدا ان هو ما كتبش وصل امانة بالفلوس اللي هو اداهالي. وقلت له لا معلش مش هاخد الفلوس دي الا بوصل امانة، ده حقك وده دين في رقبتي ولازم اسدده. وصممت ان انا اكتب له وصولات امانة للفلوس اللي انا خدتها منه، وهو وافق بالعافية. ونزلت فعلا انا وبنتي وجبت لها كل حاجاتها. وبنتي سألتني انت جبتي الفلوس دي منين يا ماما؟ قلت لها يا بنتي انا عملت جمعية مع الناس اللي شغالة عندهم، ولما عرفوا ظروفي خلوني اقبضها الاول. قالت لي طب الحمد لله ان ربنا فرجها علينا. وعدت الايام وبنتي اتجوزت وانا لسه شغالة في المعرض، وكان فاضل حوالي سنة علشان اقدر اسدد باقي المبلغ اللي كنت مستلفاه من ابن صاحب المعرض. شو علاقتي مع ابن صاحب المعرض بقت حلوة قوي، خصوصا بعد اللي عمله معايا، وان انا طول الوقت نفسي ارده له الجميل اللي هو عمله معايا ده باي طريقة، بس مش عارفة ازاي. وفي يوم بقول له على فكرة انا نفسي ارد لك الجميل اللي انت عملته معايا، بس مش عارفة ارده ازاي. قال لي يعني ممكن تعملي اي حاجة لو انا طلبتها منك؟ وقلت له ايوه ده انا عينيا ليك. قال لي ايه رأيك ما تروحيش البيت النهاردة؟ قلت له مش فاهمة، هو في شغل هيتعمل في المعرض اسهر فيه؟ قال لي لا لا سيبك بقى من المعرض خالص، احنا عاوزين نقعد انا وانتي ونسهر سوا بس مش في المعرض. قلت له امال فين؟ قال لي عندي فوق علشان في فيلم اتفرجت عليه وعجبني قوي وعايزك تشوفيه معايا. قلت له انت عارف ان انا بعزك قوي وده صعب عليا ان انا اعمل كده. قال لي انا عارف ان هو صعب بس انتي لسه مش عارفاني امبارح يعني علشان تكوني خايفة مني. احنا هنتفرج على فيلم سوا بعيد عن جو المعرض والشارع، بدل ما انا بقعد لوحدي اهو تونسيني ولو يوم واحد. قلت له مش موضوع خوف، بس انا من ساعة ما جوزي توفى وانا فعلا عمري ما قعدت مع راجل تاني لوحدنا خالص. قال لي بس اسمعي كلامي، تعالي بس نسهر مع بعض يوم، ولو ما كنتيش مبسوطة من السهرة يا ستي ما تسهريش تاني. قلت له بصراحة انا مش عارفة اقولك ايه. قال لي ما تقوليش حاجة، شوفي انت حابة تسهري امتى وقولولي. قلت له خلاص ممكن بقى على يوم السبت الجاي علشان ورايا حاجات في الشقة النهاردة، وبكرة هروقها علشان ما يكونش ورايا حاجة. قال لي خلاص ماشي اتفقنا. ويوم السبت احنا المفروض بنقفل الساعة 12 بالليل. قال لي بصي احنا هنقفل بدري ساعة. قلت له لا بلاش لحسن الحاج ياخد باله ان المعرض اتقفل ساعة بدري ويسألك بقى انت قفلت المعرض بدري ليه، خلينا نقفل في ميعادنا احسن. قال لي ماشي. وفعلا قفلنا اليوم ده الساعة 12 بالليل في ميعاد قفل المعرض عادي خالص. وبعد ما قفلنا بدل ما اروح رحت دخلت العمارة وطلعت على السلم واستنيته في الدور الأول، لأن أنا ما كنتش أعرف مكان شقته فين بالظبط. وبعدها بدقيقة لقيته طالع ورايا، وبعد كده هو سبقني لحد ما طلع الدور بتاعه وأنا طلعت وراه، والشقة بتاعته كانت عبارة عن الدور كله. دخلت الشقة لقيتها كبيرة أوي ومفيش شقق تانية في الدور غير شقته، فأنا كنت مطمنة شوية. قلت له ده أنت قاعد هنا باشا مع نفسك؟ قال لي والله العظيم بزهق برضه لما بكون لوحدي. المهم دخلت وقعدت لقيت قدامي ترابيزة مليانة لب وسوداني وفاكهة وعصاير. قلت له ايه ده، انت ايه اللي جايبه ده كله؟ قال لي بصي انا النهارده مش عاوز اخلي نفسك في اي حاجة، وعاوزك ما تكتسفيش مني وتعيشي حياتك كأنك قاعدة في بيتك بالظبط. ولقيته طفى النور وقال لي انا هفرجك دلوقتي على فيلم يفكرك بايام ما كنت عروسة تاني، وانا هدخل اخد لي دش واجيلك. قلت له ماشي، وراح طفى النور ومشغل التلفزيون وراكب فيه فلاشة، وراح مشغل الفيلم ووطى الصوت بتاع التلفزيون ودخل ياخد دش، وانا قعدت اتفرج على الفيلم اللي كان كله مشاهد تعبتني جدا وخلاني مش قادرة فعلا استحمل.
وبعد كده هو خرج من الحمام ووقف قدامي وأنا قاعدة بتفرج وقال لي إيه رأيك في ذوقي في الأفلام؟ عجبك؟ بدون الدخول في تفاصيل. انتوا عارفين ايه اللي حصل بعد كده؟ قال لي بنفس اللي كان في الفيلم وحصل اللي حصل. وبعد اللي عمله قلت له هي مين المجنونة اللي توافق إن أنت تطلقها وتسيبها؟ قال لي مش بمزاجها. قلت له أنا لو منها ما كنتش سبتك أبدا، أنت اللي زيك قليلين في الزمن ده. ولقيته بيقول لي إيه رأيك هتسهري معايا تاني؟ قلت له أنا مش هسهر معاك بعد كده. قلت له أنا عارف إن أنا كنت زمان محرومة من الحاجات دي، حتى لما كنت متجوزة ما كنتش ببقى مبسوطة. أنت غيرت نظرتي خالص. قلت له طب إيه رأيك ما تتجوزني؟ قال لي ما أنا قايلك إن أنا شايل الفكرة دي من دماغي خالص، خلينا كده أحسن نستمتع ونعيش بحياتنا من غير ما نكون مقيدين. لقيته بيقول لي فهماني؟ قلت له أنا فهماك بس برضه الجواز فيه استقرار. قال لي والله لا استقرار ولا حاجة. قلت له بس فكر تاني في موضوع الجواز، ولا أنا ما عجبتكش ولا إيه؟ قال لي أنت أحلى من مراتي اللي كان عندها 25 سنة، كل حاجة فيكي حلو. قلت له طب أنت ليه مش عاوز تتجوز؟ قال لي خلينا بس دلوقتي كده ونبقى نشوف موضوع الجواز ده بعدين. أنا حاليا شغالة معاه في المعرض، ووقت ما بيطلبني بطلعله، وإن هو قال لي إن هو هيتجوزني ووعدني بكده، وأمنية حياتي إن هو يتجوزني، ومش عارفة أعملها إزاي أو أعمل إيه علشان أخليه يتجوزني. اللي عنده أي فكرة تخليه يتجوزني بالله عليكم ما يبخل عليا بيها ويكتب عادي في التعليقات، يمكن يساعدوني ويخليه يتجوزني، لأني بجد محتاجة إن يكون في سند ليا في الدنيا ويعوضني عن اللي فاتني. ياريت تقولولي وتنصحوني أعمل إيه.